يا مساء الفل على احلى بنانيت، معاكم الجده نوسه اللي هتجيب لكم من الاخر. النهارده يا حبايب قلبي هبدا معاكم سلسله العروسه والعريس، علشان يا عيني بشوف بنات كتير قوي بتضيع العرسان من ايدها. ركزي معايا يا قلبي جدتي، صلي على رسول الله الاول عشان ناخد الاجر سوا، وما تنسيش اللايك الحلو اللي زيك والاشتراك في القناه. اول حاجه هنتكلم فيها يا حبايبي، ازاي اول ما العريس يجي مقابله اول مره، ايه اللي هتقدميه وايه اللي هتلبسيه والطريقه اللي هتتكلمي بيها. تمام كده يا حبايبي. أول نقطة هتكلم فيها لبس البنوتة اللي هتلبسها. أول حاجة ابعدي بعيد عن الغوامق يا روح قلبي، البسي حاجة فاتحة، وبلاش كيلو المكياج اللي انتوا بتحطوه يا بنات على بشرتكم، ويا ريت بتبقوا حلوين، بالعكس بيوحشك. خليكي طبيعية وبلاش الكعب العالي اللي تقعدي تطقطقي بيه، وممكن يا حبيبتي لا قدر الله تقعي بيه وتفضحينا. بلاش كعب عالي، لو انت قصيرة شوية البسي كعب، بس كعب شوية عالي بس مش قوي يا حبيبتي. وبلاش يا بنات فساتين الفرح اللي انتوا بتلبسوها، البسي كده حاجه رقيقه، يعني البسي حبيبتي حاجه كلاسيك كده تريح العين، والبسي كده خاتم بسيط وسلسله كده صغيره، وساعه لو عندك ساعه كده حلوه، واهم حاجه تكون ضوافرك كده نظيفه، وحطي مونوكير رقيق خالص، مش احمر ولا الالوانات الفاقعه دي لا. بعد كده يا حبايبي، طيب هقدم ايه يا جدا نوسه؟ هقولك يا روحي، بلاش تروحوا جايبين عشاء، انتوا لسه اول تعارف. طب هنقدم ايه؟ اول حاجه هتقدميها حبيبتي عصير فريش، ولازم يكون ساقع عشان الولد يبل ريقه، لان ريقه بيبقى ناشف. تمام كده يا حبيبه جدتك. طيب بعد كده بقى لازم هنقعد شويه. هتقدمي بعد كده شاي وقهوه. هتشوفي لو الاب والام اللي مع الولد عايزين يشربوا بتسالوهم حضرتك تشربي ايه، يا طنط تشربي ايه، كده يعني يا بنتي. تشوفي هيشربوا ايه، وتدخلي كده بكل ذوق وتعملي تعملي الشاي والقهوه، وتروحي مقدمه بقى انتوا بسكوت من عندكم بديفور تكوني عاملاه في البيت او شارياه من بره عادي. ويا بنات لو جايبين هم معاهم جاتوه، لازم تقدموا من الحاجات اللي جايبينهم، ده الاتيكيت اللي بيقول كده، لازم تقدموا من الحاجات اللي جايبينهم. شوكولاته برضو تفتحي الشوكولاته مش تخبيها عشان تاكليها اخر الليل مع نفسك، لا حبيبتي لازم تحطيها كده من الحاجات اللي هم جايبينها، ده من الاتيكيت، وتبانوا تبانوا ان انتوا كده ناس بتفهموا. وبلاش الفاكهه خالص، الولد يمسك المانجا تقع على القميص تبقى فضايح. بلاش الفاكهه اللي هي بتحتاج تهشير وبنحتاج فيها سكينه، لا نهائي. يعني ممكن تحطي فاكهه خفيفه اللي هي مش بتحتاج ان احنا نقعد نقشرها. تمام كده يا حبايبي. اسمعوا يا بنات الحاجات اللي انا بقول لكم عليها دي لحد هنا، والكلام لسه مخلصش يا حبايبي. اهم حاجه فتح الكلام، واللي تتكلمي فيه واللي ما تتكلميش فيه، والحاجه اللي قالها العريس تجري على طول واهلك يرفضوا على طول. حبايب قلبي كله ده هقوله لكم في الفيديو الجاي، بس ادخلي اعملي لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد. اوعي الزيتونة تفوتك، هتخسري كتير، اللي جاي اتقل بكتير. هو اهم حاجة فتح الكلام، وربنا يتمم بخير.